ذكر هيدا الاختبار اللي عملوه على كبايتين فيهن رز ومي. الكباية الأولى صاروا يوجهوا لها كلام قاسي جارح في كره، والكباية الثانية صاروا يوجهوا لها كلام في حب في حنية في احتواء. وبعد كم يوم الكباية الأولى عفن فيها الرز، والكباية التانية حتى بيقولوا انه المي فيها صار انقى. كيف لو هيدا الشيء او هيدا الكلام الجارح والقاسي نحن عم نوجهه لجسمنا؟ كل مرة عم نطلع بحالنا بالمراية عم نشوف هيدا العيوب اللي نحن بنكرهها اللي نحن رافضينها. كل ما بنلبس شيء وبنحسه مش لايق لجسمنا بلش ننتقد جسمنا وبنقسى على جسمنا. لما بنبلش دايت او نظام رياضي او غذائي قاسي نكون في عم نقسى من كتر كرهنا لجسمنا. بهيدي الحالة شو متوقعة يصير بجسمك اللي هو 60% مي؟ هيدا الشيء اللي انت مش عاجبك بجسمك هو انعكاس كلامك مع جسمك. وانا ما عم قلك هذا الشيء لنظر عليك، لانه انا نفس الشيء انا اكتشفت وانتبهت انه انا كتير بأس على جسمي بالكلام وبالنقد، ولكن لما بلشت اغير طريقة كلامي معه بلشت اتصالح معه صرت عم بقدر شوف جماله.